ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إليكم مونولوج معلم. هل تعلمون من أنا؟ أنا معلم. أنا أم كل الأجيال، بل أنا خير الناس. أنا من أرضعتكم على قطرة من لبن المعرفة، وسقيتكم أخلاقا وعلوما، داعبت أحلامكم الكبيرة، واحتضنت أسراركم الصغيرة، زرعت في عيونكم الأمل، رأيت في يديكم الصانع والمبدع والجودية، وفي عيونكم رأيت فيكم وطنا لا يقهر، وأمة جذورها لا تموت، وأغصانها لا تنكسر. لكن ما يزيد أني عندما أشكو لزوجي أو لصديقاتي يزيد الأول: ما أحد فرض عليك أن تكوني معلمة، هذا اختيار. والثاني يقول: أنت أوصل لمبادئك ضميرك. فليصمت الجميع، أنا معلمة وأفتخر، حتى وإن تقوس ظهري، حتى وإن ألمتني رقبتي من الانحناء، حتى وإن ضعف نظري من تصحيح الكراهية. ربما لا أجني الكثير من المال، لكني جنيت محبة الناس، جنيت محبة أطفالي، جنيت محبة أوليائهم. أنا معلم، وأحيانا حين أدخل الدار أجد شابا في غاية الوسامة، سرعان ما يقول: يا سادة، أفسحوا المجال لمعلمتي كما مجلتنا أمس على حياتها وعائلتها، تستحق اليوم منا التبجيل حين نقابلها. ونظرت في وجهه فتذكرت ملامح ذلك الصغير الذي درسته من سنين، وقلبي يكاد يتوقف عن النبض. أنا معلمة، وأفتخر حين يسألني أحد: ما مهنتك؟ أقول: معلمة، رغم تطاولهم علينا، رغم تشويههم بصورتنا، رغم التلبيس بنا والسخرية علينا. هم من شبهوا أسطورتنا، هم من أخبروهم أننا ماديون، هم من أخبروهم أننا لا نمتلك بمصالحهم. ولكن بالرغم من كل ما قيل وقال، فصوت بداخلي يقول: لا تختلفي، قولي أطفالك فخورون بك، فافخري بنفسك. ها أنا اليوم قد صرت متقاعدة، وصارت الأيام تمر بسرعة جنونية. لا أريد فراق فصلي، لا أريد فراق أبنائي، عزائي الوحيد أنت. ها قد كبرنا يا أبنائي، فنحن الماضي وأنتم الحاضر والمستقبل. أنتم معلمون، الحق لكم والغد أفضل بكم. فأكملوا ما بدأنا، وأصلحوا ما فيه أخطأنا، وغيروا وغيروا، واعلموا أنكم بناة المستقبل، وأن الوطن يبنى على عاتقكم. وتيقنوا أني أنا ومهنتكم وتلاميذكم بحجم السماء